أعزائي المتابعات والمتابعين، أسعدتم مساءً. أنا شمال علي، وأقدم لكم هذه الحلقة الخاصة عن طريق قناة هِوَى. قناة هِوَى هي قناة من القنوات اليوتيوبية باللغة الكردية السورانية، ولكن أحاول بعض الأحيان أن أقدم برامج باللغة العربية أيضًا، لأهمية المحاور والمواضيع اللي نتناولها بهاي الحلقات. طبعًا في هاي الحلقة الخاصة راح نتناول الشأن السوري، وراح نحاول نفهم واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا وتشابكًا في المشهد السوري الراهن، وهي طبيعة المواجهة المفتوحة بين السلطة الجديدة في دمشق والقوى المرتبطة بها من جهة، وبين قوات حماية الشعب وجماهير روجافا من جهة أخرى. هذه المواجهة ليست مجرد طبعًا صراع عسكري على الأرض، بل صراع على شكل السلطة وطبيعة المجتمع ومستقبل الكيانات اللي نشأت خلال سنوات الحرب الطويلة في سوريا. فبين مشروع يسعى إلى إعادة فرض مركزية الدولة بالقوة، وتجربة اجتماعية سياسية نشأت في ظروف استثنائية وتمثل نموذجًا مختلفًا للحكم والإدارة، تقف المنطقة أمام لحظة مفصلية لم تحسم نتائجها بعد. قبل فترة قصيرة سادت توقعات واسعة بأن التحولات في الموقف الأمريكي وتقليص الدعم لقوات سوريا الديمقراطية وربط مستقبلها بترتيبات مع القوى الحاكمة الجديدة قد تعني نهاية تجربة روجافا بالكامل. لكن ما حدث كان مختلفا: موقف رافض، تمسك بالمناطق، وقدرة على فرض معادلة تفاوضية أكثر توازن مما توقع الكثيرين. فكيف حدث ذلك؟ وما هي مصادر القوة التي مكنت هذه التجربة من الصمود حتى الآن؟ وفي الوقت نفسه الوقائع تشير إلى أن الصراع بين السلطة وبين جماهير روجافا لم يصل إلى نهايته بعد. فهل يمكن للسلطة تسعى إلى إعادة تشكيل الدولة على أسس أيديولوجية إقصائية متطرفة أن تقبل بوجود تجربة سياسية اجتماعية مغايرة داخل حدودها؟ وإذا كانت المواجهة مستمرة أو مرشحة للتجدد، فما الخيارات الواقعية أمام روجافا لحماية نفسها وضمان استمرارها؟ ثم هناك سؤال ما يقل أهمية عن ما ذكرت، هو هل التصدعات في بعض التحالفات المحلية وتراجع بعض رؤساء العشائر عن دعم السابق لقسد في مناطق شمال شرق سوريا تعني فشل خطاب التعايش وأخوة الشعوب الذي رفع خلال السنوات الماضية؟ وهل البديل المطروح فعلا هو العودة إلى قوموية منغلقة متعصبة باسم الكرد وخطابات الإقصاء التي مزقت المنطقة لعقود؟ وهل بإمكان تجربة روجافا الاستمرار والنجاة في ظل تبني هكذا منهج؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها اليوم مع ضيفنا في محاولة لفهم أعمق لما يجري بعيدا عن الشعارات وقريبا قدر الإمكان من الوقائع وموازين القوى واحتمالات المستقبل. ضيفي في هذه الحلقة الخاصة هو الأخ العزيز الأستاذ أحمد شيخو، الباحث السياسي، وهو من روجافا طبعا، ويعيش الآن في القاهرة على ما أعتقد. وأهلا وسهلا بك أخي العزيز أستاذ أحمد شيخو. تحياتي لحضرتك ولكل المتابعين والمشاهدين، وفرصة سعيدة أنه ألتقي معك مرة ثانية، وسعيد بأنه حنناقش موضوع مهم على الساحة الكردية والعربية بشكل عام. يعني كل زين. أنا طبعا ممتن لتقبلك لدعوتي، وأتمنى يكون حوارنا حوار مثمر وحوار يعني حتى بالإمكان أنه الأعزاء المشاهدات والمشاهدين والمتابعات والمتابعين أنه يتشاركوا معنا إذا عندهم أسئلة ممكن يوجهوها عن طريق الفيسبوك أو عن طريق اليوتيوب. وأرجو من المشاهدين الأعزاء قبل ما نبلش بالحوار، إذا تقدرون يعني تحاولون نشر رابط البرنامج ورابط الحلقة
حتى يكون معنا مستمعين أو متابعين أكثر. اوكي اخي احمد، نحاول نبلش من السؤال الاول اللي ممكن يواجهنا. كيف هي المواجهه وما هي طبيعه المواجهه واين نقف الان في روجافا؟ طبعا يعني في البدايه تحيه لحضرتك مره ثانيه. طبعا الاحداث اللي حصلت في الاسابيع الاخيره وخاصه منذ 6 يناير كانت احداث يعني كبيره. على نتيجتها طبعا تغيرت السيطره العسكريه في سوريا لمساحات كبيره. وايضا وصلنا الى اتفاق 29 يناير. لكن يعني انا بودي لحظه التي انطلق فيها هذا التغير او هذه الاشتباكات الى ان وصلنا الى 29 يناير. طبعا معروف يعني لكل المتابعين انه بعد 8 ديسمبر وتغيير النظام في سوريا، طبعا هذا التغيير الذي حصل بقناعتي يعني بإرادة دولية وإقليمية، تم الاتيان بمجموعة معروفة وهي هيئة تحرير الشام وإيصالها إلى قصر الشعب في دمشق. كلنا رأينا هذا المشهد يعني المتشابك المعقد والواضح أيضا. يعني طبعا في 9 أو في 10 مارس حصل هناك اتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية وطبعا الإدارة الذاتية والطرف الآخر اللي هي الحكومة الانتقالية أو الحكومة المؤقتة أو سلطة أمر الواقع. يعني هذا الاتفاق 10 مارس كان ينص طبعا على دمج مؤسسات المدنية والعسكرية لشمال شرق سوريا في المركز. لكن نتيجة اختلاف طبعا الرؤية لدى النموذجين، خاصة لو تتبعنا الأمر بشكل يعني أعمق سوف نجد يعني ما هو موجود في المركز أو في دمشق يعني هو نموذج إسلاموي. يعني الجهادية السلفية هي التي تحكم. بالمقابل يعني مشروع شمال شرق سوريا كان مشروع قائم على يعني التعايش المشترك بين الشعوب الموجودة في شمال شرق سوريا، والتي هي طبعا الكرد، العرب، السريان، الأرمن، الآشوريين، وبقية المكونات بمختلف التنويعات الإثنية والعرقية. طبعا الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية كان يعني لها رأي أن تكون نظام الحكم في سوريا نظام لا مركزي يعطي صلاحيات لمختلف الفئات وللأطراف، وأن لا تكون السلطة محصورة طبعا بيد مجموعة أو طائفة أو لون واحد، بمعنى أن تكون سوريا متعددة الألوان، أن يحصل الجميع على حقوقهم المشروعة ضمن إطار دستوري، بمعنى أن تكون سوريا جمهورية ديمقراطية دولة حتى تحقق فيها التشارك. بينما يعني على الطرف الآخر الحكومة الانتقالية وقوتها الأساسية اللي هي هيئة تحرير الشام المنبثقة طبعا أو المشتقة من تنظيم القاعدة، هذه المجموعة يعني شددت على بناء دولة مركزية أو بالأصح يعني إعادة إنتاج سابق أو الدولة بنص إسلام معروف. يعني قبل 8 ديسمبر كان يعني نظاما قمعيا لكن مصبوغ بصبغة قومية عربية مع الأسف، وهو حمل هذا الاسم. يعني بعد 8 ديسمبر وصلنا إلى مجموعة تدعي أنها يعني تمثل طائفة كبيرة من المجتمع السوري وتمثل يعني لون ما، لكن هي لا تخرج سوى عن أدبيات يعني حركات الإسلام السياسي وتوجهاتهم الأحادية والإقصائية. وهنا كانت الإشكالية. لكن الملاحظ والملفت أن القوى الدولية وعلى رأسها طبعا أمريكا ومعها الدول المركزية الأخرى في النظام العالمي كانت منذ يوم الأول يعني تحاول أن تشرعن السلطة الجديدة في دمشق وأن تقدم لها كل التسهيلات على الصعيد الإقليمي والدولي. وأيضا يعني الدول الإقليمية المعروفة مثل تركيا، قطر، السعودية أيضا كانت يعني لأسباب خاصة بها تقدم هذا الدعم بشكل يعني كبير، ورفع العقوبات الأمريكية عن سوريا وذهاب
أبو محمد الجولاني أو أحمد الشرع إلى بيت الأبيض، ويعني لقائه مع الرئيس ترامب، كلها كان بتنسيق يعني وتمويل من الدول الثلاثة اللي تكلمنا عنها، وهي تركيا، قطر، المملكة العربية السعودية. في هذا السياق، يعني في سياق دعم هذه السلطة وهذه المجموعة، رأينا يعني في الشهر الأخير انحياز يعني ما يسمى التحالف الدولي لمحاربة داعش من دعم قوات سوريا الديمقراطية إلى يعني خاصة بعد أن أدخلوا يعني الحكومة الانتقالية في التحالف الدولي لمحاربة داعش، يعني ذهبوا إلى جهة أحمد الشرع، بمعنى أن يعني التحالف الدولي أو النظام الدولي أو معهم طبعا المجموعة الإقليمية اختاروا يعني أحمد الشرع ومجموعته لكي يكونوا حكماء أو حكام على سوريا. طبعا يجب دراسة هذا الأمر بعناية وبدقة شديدة، لأنه لماذا لم يتم يعني اختيار نموذج التشارك بين العرب والكرد والسوريان في مناطق شمال شرق سوريا؟ يعني هذا سؤال. لماذا لم تسمح القوى الدولية بأن تذهب قوات سوريا الديمقراطية لدمشق وسمحت بأبو محمد الجولاني أو أحمد الشرع إلى دمشق؟ هذه يعني علامات استفهام وأسئلة يجب أن نجاوب عليها. لكن كما ذكرت منذ 8 ديسمبر وسقوط النظام تحاول يعني الولايات المتحدة الأمريكية جاهدة إلى شرعنة هذه السلطة وإعطائها يعني المسوغات والدعم. في 4 يناير طبعا كان هناك كما ذكرنا اتفاق 10 مارس بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة الانتقالية. كان مفروض يعني أنه خلال السنة يعني 2025 أن يتم يعني تنفيذ هذا الاتفاق، لكن اختلاف الرؤية بين الطرفين التي ذكرناها، وأيضا عدم رغبة بقناعتي الطرف الحكومة الانتقالية في تنفيذ هذا الاتفاق، بالإضافة إلى القوى الإقليمية الرافضة لموضوع يعني التشارك بالصيغة التي كانت موجودة. طبعا وصلنا إلى 4 يناير. هناك اجتماع مهم تم في دمشق في 4 يناير وحضره وفد من طرف قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية مع وفد من الحكومة الانتقالية، وكان الأمريكيين أيضا حاضرين فيه. حسب الرواية الكردية تقول أن وزير الخارجية الذي اسمه أسعد الشيباني، والمعروف بقربه وبولائه لتركيا، بأنه يعني دخل إلى غرفة الاجتماع وطلب تأجيل الاجتماع إلى أيام أخرى وعدم يعني توقيع اتفاق. الطرف الكردي يؤكد أنه يعني كانوا واصلين إلى يعني نقاط حاسمة في الاتفاق وكادوا أن يوقعوا هذا الاتفاق، لكن أيضا يعني الكلام للطرف الكردي يقول أن أسعد الشيباني طلب من وزير الدفاع ورئيس الاستخبارات اللي هم يعني مرهف أبو قصرة وحسين سلامة بالخروج من غرفة التفاوض، وثم بعد برهة بدون أي مبررات واضحة وبدون أي صحيح يعني، وبعد برهة من الزمن أتوا وقالوا سوف نؤجل يعني المناقشات أو التوقيع، وتم يعني إنهاء هذا الاجتماع بهذه الطريقة في 5 يناير. هذا الاجتماع كان في 4 يناير. في 5 يناير حصلت أيضا اجتماع مهم في باريس. هذا الاجتماع حضره الحكومة الانتقالية السورية مع الحكومة الإسرائيلية مع الأمريكيين بحضور وزير خارجية تركي هاكان فيدان. طبعا معروف للجميع أن هاكان فيدان هو مسؤول الملف السوري في الحكومة التركية أو في الدولة التركية يعني. هذا الاتفاق أو عفوا هذا الاجتماع الذي عقد في باريس تم يعني وفق ما ترشح عنه وفق العديد من البيانات ويعني التقارير أنه تم الاتفاق في هذا الاجتماع على عقد أو اتفاق على آلية مشتركة بين الحكومة الإسرائيلية والحكومة الانتقالية السورية. هذه يعني الآلية للتنسيق من الممكن أن تكون تتواجد في الأردن أو أن يتواجد مكتب للحكومة الإسرائيلية في دمشق، لكن بدون صفة دبلوماسية يعني. بمعنى من المعاني أنه يعني في هذا الاجتماع يعني الأتراك والحكومة الانتقالية أصبح لديهم قناعة وشعور أنهم إذا قاموا بهجوم على مناطق شمال شرق سوريا أن الأمريكيين سوف يغضون الطرف يعني. ويعني حتى وكالة رويس والعديد من يعني المراقبين يشيرون إلى هذا يعني الاجتماع. وكانت تصوراتهم صحيحة يعني، بالفعل أمريكا ما تحركت ولا عملت شيء. صحيح يعني هذا كان 5 فبراير. هلا 6 فبراير بعد يوم حصل هجوم على حيين الشيخ مقصود الأشرفي، وهما حيين زاد غالبية. يناير قصدك؟ يناير ليس فبراير.
العفو، يناير. نعم. يناير 6 يناير، وهما حيين كرديين ذات غالبية كردية في مدينة حلب. هذين الحيين كان أيضا لديه يعني حول الحيين كان هناك اتفاق 1 أبريل الخاص بين بالحيين، والذي تم عقده أيضا بين مجلس الحيين وبين يعني الحكومة الانتقالية. طبعا الحيين معروف في سوريا أنها حيين ذات غالبية كردية، و يعني يتواجد فيها الكرد منذ أيام صلاح الدين الأيوبي وما قبل ذلك. يعني طبعا القوات الموالية لتركيا التي كانت سابقا تعرف بما يسمى الجيش الوطني السوري، وخاصة يعني المجموعات التي كانت تعرف بالحمزات والعمشات، والتي فرضت عليها بريطانيا قبل أشهر عقوبات رغم ادعائها بأنها انضمت إلى الجيش الانتقالي أو جيش الحكومة الانتقالية، لكن يعني مع فرض بريطانيا عقوبات عليها بسبب أحداث الساحل، هذه تأكيد مرة أخرى أن يعني عملية الاندماج للمجموعات الموالية لتركيا فيما يسمى الجيش السوري لم تتم بشكل الكامل. ويعني هؤلاء المجموعات كانت دائما تحاول استفزاز قوات الأمن الداخلي الأسايش في الحيين المكلفين وفق اتفاقية 1 أبريل بحماية الحيين. حصلت هناك اشتباكات، كانت تحصل هناك اشتباكات يعني موضوعية، لكن في 6 يناير حصل تصعيد كبير وتم الهجوم على الحيين بشكل غير مبرر يعني أمام مرأى العالم. حيين محاصرين، وقبلها بشهر وبأشهر كانوا الحيين محاصرين، لم يتم إدخال المواد الغذائية، المواد الطبية، يعني كل متطلبات الحياة كانت لا يتم السماح بإدخال هذين الحيين. المهم يعني بعد سيطرة الحكومة الانتقالية على هذين الحيين حصل أيضا هناك يعني شبه اتفاق بأن تنسحب قوات سوريا الديمقراطية من مدينتي مسكنة ودير حافر الملاصقين لنهر الفرات، وأتى يعني قوات التحالف الدولي إلى دير حافر ومسكنة، وتم الاتفاق على أن يتم يعني أن تخرج قوات سوريا الديمقراطية إلى شرق الفرات. لكن الذي حصل أن يعني قوات الحكومة الانتقالية لم تنتظر انسحاب يعني قوات سوريا الديمقراطية من هذين المدينتين، وبدأت بهجوم. ويعني هنا أيضا كانت الحكومة الانتقالية وعبر مختلف يعني أدواتها وعبر أيضا المخابرات التركية كانت قد يعني مالت بعض العشائر إلى طرف الحكومة الانتقالية. وأيضا هو لابد أن نذكر أن حتى الهجوم على شيخ منصور الأشرفية يعني تم بأدوات يعني من الحكومة الانتقالية، لكن الأتراك كانوا حاضرين في الهجمات عبر الطائرات المسيرة، عبر دعم المقاتلين، عبر التدريب يعني ما يسمى جيش الحكومة الانتقالية. إذن يعني كان هناك نية مبيتة، كان هناك يعني رغبة في عدم تطبيق اتفاق 10 مارس، كان هناك رغبة يعني لتحجيم مشروع قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية، لأن بقناعتي يعني العديد من الدول المنطقة وحتى يعني الأمريكيين وغيرهم يعني لا يريدون في منطقة الشرق الأوسط أو في سوريا بشكل خاص يعني أن تكون هناك حالة تحقق العيش المشترك، حالة تجمع بين الكرد والعرب. إنما يعني تبين وفق المعطيات أنهم يريدون أن يعني يكون المجتمع الكردي لوحده، أن يكون المجتمع العربي لوحده، أن لا يكون هناك حالة من التشارك والتعايش والتضامن الذي حصل في منظومة الإدارة الذاتية وفي قوات سوريا الديمقراطية. طبعا هنا أيضا يعني عندما رأت يعني بعض القبائل والعشائر العربية في الرقة وطبقة والدير الزور أن التحالف الدولي يميل إلى الحكومة الانتقالية وإلى أحمد الشرع، عندما أحسوا أن التحالف الدولي لا يقوم يعني بحماية شرق الفرات، وبأن التحالف الدولي مال إلى أحمد الشرع إلى حيث مصالحه، إلى حيث يعني مصالح الدول الإقليمية. هنا يعني ذهبت عدد من العشائر العربية للطرف الآخر، وهنا حصل يعني التغير العسكري. المهم بالنهاية يعني نحن القوات سوريا الديمقراطية تراجعت إلى المناطق ذات الغالبية الكردية التي نسميها في شمال في سوريا بروجافا، العفو، التي نسميها روجافا، وهي يعني مناطق ذات غالبية كردية يعني موجودة في محافظة الحسكة وفي مدينة كوباني. لكن يجب أن نشير إلى أن هناك أيضا مدينتين ذات غالبية كردية، وهي مدينة عفرين ومدينة رأس العين أو سريكانية. هاتين المدينتين طبعا في عام 2018 و2019 قام الجيش التركي ومعها المجموعات المرتزقة باحتلال هذين المدينتين. في هذا السياق يعني التغير العسكري
يوم 18 يناير حصل اتفاق يعني اعلنه رئيس الشرع والطرف الكردي يعني بغرض ايقاف القتال، بغرض وقف الهجمات على المناطق الكرديه، بوقف الاباده. يعني تم الموافقه عليه، لكن عندما ذهب يعني وفد كردي برئاسه مظلوم عبده الى دمشق، نعم. كانت الحكومه الانتقاليه تقول يعني عليكم الاستسلام ويعني قضي عليكم ومن هذا الكلام يعني. لكن الطرف الكردي لم يقبل يعني هذا الكلام ورجع الى قامشلي وتم اعلان النفير العام. نعم. طبعا هذا النفير العام يعني كان له صدى كبير بين يعني الشعب الكردي، بين الامه الكرديه التي رايناها بكل وضوح في يعني اقليم كردستان العراق، في تركيا، في ايران، في اوروبا، في مختلف دول العالم. هذا النفير وهذا الالتفاف من الشعب الكردي غير المعادله في سوريا نعم. لاسباب عديده. ان الكثير من الاستخبارات الاعلاميه استشعرت ان ان لم يتم تدارك الوضع الكردي في شمال شرق سوريا من الممكن ان يحصل انفجار كبير في المنطقه، وهم راوا ان من مصلحتهم ان يتم يعني اعطاء الاكراد يعني قسم حقوقهم. نعم. لا أعرف نعم. اذا يعني تريد ان تحب تسال اسئله او نكمل. لا، لاني اكيد انا اريد اطرح اسئله، يعني حديثك يعني يثير اسئله. طبعا بالبدايه انت حضرتك طرحت اسئله كانها اسئله بلاغيه، كيف لقوات امريكا ان تتخلى عن تجربه الاداره الذاتيه وقوات قسد، وهاي اني اتصورها انه هاي الاسئله اسئله بلاغيه، والا في الواقع انت حضرتك قلت واشرت يعني بوضوح الى وبدقه الى حقيقه انه امريكا ليس في مصلحتها يعني ان تبرز قوه او تجربه معينه منبثقه عن الجماهير، تعبر بنوعا ما عن ميول الجماهير وارادتها الحره، وهالمساله هاي يعني مفهومه جدا. لكن القضيه طبعا اللي اثار الاستغراب كثيرا يعني، واللي طبعا حضرتك اشرت الى انه هالهبه الجماهيريه اللي يعني تقريبا شهدتها كل المناطق اللي بها يعني الكرد او الجماهير الكرديه في كردستان العراق، في ايران، وفي كذلك في تركيا، وكذلك في خارج البلد. طبعا هالمساله هاي يعني برز انه في نوع من انعطافه في تاريخنا. طبعا هاي مو اول مره واول تجربه امريكا تتخلى عن دعم القوات الكرديه او دعم القوات اللي في صراعها، وقوات مثلا تمثل بنوعا ما محاولة أو حركة لأجل إنهاء الظلم القومي في كردستان. هذه مو أول مرة أمريكا تتخلى عن قوة. مثلا حدث هذا في حدث نفس الشيء في سنة 1974 عندما كان البرزاني مثلا يقود 100,000 مسلح، ولكن انتهت هاي القوة بين ليلة وضحاها، وتحولوا إلى لاجئين وإلى مهجرين وإلى يعني أسرى أو منفيين في جنوب العراق، وقسم كبير منهم خرجوا خارج العراق ولجأوا إلى بلدان المنطقة وحتى إلى أمريكا وبلدان الأوروبية. ولكن هاي المرة احنا شفنا المعادلة كانت معادلة مختلفة. وطبعا معظم الناس المراقبين اللي كانوا يتابعون الوضع ومن اكثرهم تفاؤلا كانوا يقولوا خلص، يعني حتى انا كنت اسمعها من ناس مؤيدين للتجربه نوعا ما، خلص التجربه انتهت، قسد انتهت، وقوات سوريا الديمقراطيه ما بقى لها وجود، وهي التجربه اساسا لازم تكون جزء من سوريا، وهذا قرار امريكا، وقرارات امريكا يعني تقال وتنفذ، يعني ما في كأنه ما في شخص ممكن يقول لأمريكا لا. ولكن في روجافا يعني قالوا لا لأمريكا، وقالوا احنا ما راح نشارك حتى في مخططاتكم. وطبعا رفضوا حسب ان ما سمعت انه مجموعه من المقترحات انه يشاركوا بقوات تحارب قوات الحشد الشعبي في العراق، وتعاونوا معنا ومع خططنا في الحرب مع إيران.
هكذا أو بهاي الصورة ممكن تحافظون على مكانتكم، وقالوا لا لهذا أيضا. ولكن مع هذا هاي التجربة ما سقطت، وبالعكس يعني فعلا المكتسبات اللي اكتسبتها كان من يعني تقريبا يقال انه من المستحيل انه تقبلها سلطه دمشق، وانا تقريبا طبعا اتصور انه ما قابلتها غير على مضض، وراح يكون فتره مؤقته، وراح نحكي بهالمساله هاي ايضا. ولكن الان المساله المهمه بالنسبه لي وبالنسبه للمتابعين تجربه الروجافا، اين تكمن القوه في هاي التجربه؟ يعني احنا تقريبا في الوقت الحاضر ما نشوف يعني قوة معينة بالعالم تقدر تقول لا لأمريكا، ولا لدول المنطقة، ولا للسلطة الحاكمة، ولا لكل الهجمات اللي تصير عليها وتقف على رجليها وتقدر تقاوم. منين تجي القوة هاي؟ هلا انا برضو عايز اشير الى نقطه، يعني خاصه في الاعلام الكردي ناطق بالعربي، او يعني الاخوه العرب اللي بيتابعوا يعني الملف الكردي، يعني عندهم بقناعتي يعني عدم ادراك صحيح للعلاقه بين قوات سوريا الديمقراطيه والامريكيين او التحالف الدولي بشكل عام. يعني نعم. هي العلاقه يعني منذ يوم الاول في عام 2015، يعني عندما لم تجد أمريكا قوات سورية تستطيع محاربة داعش، تكون منظمة، تكون يعني منضبطة، أتت إلى يعني وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة. لكن هذه العلاقة كانت علاقة عسكرية، كانت علاقة تكتيكية، كانت علاقة آنية، لم تتحول يوم من الأيام إلى علاقة سياسية أو استراتيجية. طبعا السبب أن مشروع قوات سوريا الديمقراطية، يعني الجانب السياسي، الجانب الاقتصادي، الاجتماعي، لم تقبله أمريكا يوما من الأيام. يعني المشروع السياسي لقوات سوريا الديمقراطية، المشروع الاجتماعي الاقتصادي، يعني معروف للجميع أن مشروع الإدارة الذاتية نابع من فكر الأمة الديمقراطية للسيد عبد الله أوجلان، والكل يعلم يعني من هو السيد عبد الله أوجلان وما يمثله يعني من فكر يعني تشاركي، فكر مجتمعي، فكر له إرادة حرة يعني. ولذلك الأمريكيين ومعهم طبعا التحالف الدولي لم يرغبوا بهذا الفكر وبهذا المشروع يعني، ولذلك ظل علاقتهم مع قوات سوريا الديمقراطية علاقة عسكرية. عندما يعني وجدوا البديل، أو يعني ظنوا أن هناك طرف آخر يستطيع أن يقوم ما قامت به قوات سوريا الديمقراطية، ذهبوا إلى هذا الطرف الآخر، والذي هو يعني معروف يعني الحكومة الانتقالية. لكن من المهم أن نفهم أن هذه العلاقة لم تكن يوما علاقة تبعية، لم تكن يوما علاقة ارتزاق. وحتى كما يعني حضرتك ذكرت بعض الاشتراطات الأمريكية، يعني أستطيع أن أقول عندما ذهب ما يسمى رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع إلى أمريكا، هناك تصريح لتوم باراك الذي هو ممثل الرئيس الأمريكي في سوريا وسفير أمريكا في تركيا. عندما ذهب الرئيس الانتقالي السوري إلى واشنطن قال يعني حديث مشهور، وهو أن سوريا أو الحكومة الانتقالية أو أحمد الشرع سوف يحارب معنا حزب الله، الحشد الشعبي، الحرس الثوري الإيراني. يعني هذا كلام توماس باراك، وهو موجود على كل القنوات والوسائل، يعني بمعنى أن هناك مشروعا إقليميا، مشروعا لتنفيذ أجندات أمريكا، مشروعا لفتح المجال أمام التوسع الإسرائيلي، يعني تطبيق مشاريع معينة. لكن قوات سوريا الديمقراطية لم توافق على هذا المشروع، لأن قوات سوريا الديمقراطية يعني تعتقد وتقول أن وظيفتي ومهمتي هي داخل الأراضي السورية، هي حماية يعني الشعب الكردي، الشعب العربي، الشعوب التي يعني تعيش في هذه المنطقة، وليس يعني أن أكون أداة أو وسيلة لطرف أمريكي أو أي طرف آخر يعني. طبعا هذه من المهم الإشارة إليها. يعني بالعودة إلى سؤال حضرتك، نقاط القوة التي يمكن أن نبحث في الإدارة الذاتية، أو كيف يعني تصمد رغم يعني هذه الظروف الصعبة، هذه التحديات الكبيرة، وكيف تبلور يعني أيضا اتفاق 29 يناير، لأن ما حصل في يعني 17 18 19 قصدي يعني إلى أن وصلنا إلى يعني 28 و29 يناير، كل هذه المدة كانت مرحلة حاسمة، مرحلة مصيرية.
يعني كان الشعب الكردي في روجافا في شمال سوريا امام يعني حاله مجزره جماعيه، لكن كما ذكرنا التفاف الكرد من كل بقاع العالم حول يعني الاداره الذاتيه، حول قوات سوريا الديمقراطيه. وهذه يعني اثبتت الشعب الكردي مره اخرى انهم يعني امه وصلت الى مستوى كبير من الوعي والادراك، بحيث انهم يعني استشعروا ان هذه الهجمات يجب ان يكون يعني هناك موقف رادع. وانا يعني لابد ان يعني اشير الى تلك يعني المظاهرات التي يعني فاقت التوقعات في مدينه السليمانيه بالاخص. يعني في طيله اسابيع وايام عديده، يعني ما رايناه في مدينه السليمانيه بالاخص كان فعلا يعني شيئا سجل التاريخ، يعني اراده الشعب في السليمانيه، بالاضافه طبعا الى مدن كرديه اخرى كثيره، اربيل ودهوك، ويعني حتى في شمال تركيا، في مدن اخرى ايضا في اوروبا، في بمعنى يعني ما ذهب اليه الكرد من ابراز هذا الموقف الوطني كان له تاثير كبير، اضافه الى ان يعني ما ابداه المقاتلون يعني الذين استشهدوا يعني على اطراف حسكه، في الرقه، في دير الزور، في حوالي كوباني، ايضا كان له تاثير كبير. عندها استشعرت كما ذكرنا يعني القوى الدوليه ومنهم امريكا بان لا يمكن يعني ان يعني نتجاوز الشعب الكردي في سوريا، بل لابد ان يكون له حقوق مصانه ومحفوظه ضمن قوانين، ضمن دساتير. حتى يعني وفق ما يعني تسرب ووفق ما راينا ان توماس باراك يعني ذهب الى تركيا، الى اردوغان، وقال له يعني ان لم تقبل بهذا الاتفاق الذي هو 29 يناير من الممكن ان يحصل يعني شيء اكبر من هذا يعني. وبالتالي يعني وفق يعني ما اعلم، فما حصل من اتفاق 29 يناير كان بالتشاور مع قيادات كرديه في العراق، كان بالتشاور مع الزعيم الكردي عبد الله أوجلان، كان بالتشاور ايضا مع الفرنسيين والامريكيين. بمعنى اتفاق 29 يناير هو اتفاق دولي واقليمي وليس فقط هو اتفاق بين الطرفين. طبعا قوه الاداره الذاتيه بقناعتي هي ما زالت الى اليوم تنبع من الحاله التشاركيه بين المكونات التي تعيش في روجافا. طبعا ما زال اليوم المقاتلين العرب موجودين ضمن قوات سوريا الديمقراطيه رغم كل ما حصل، ما زال يعني السوريان موجودين ضمن قوات سوريا الديمقراطيه رغم كل ما حصل. بمعنى ان مشروع قوات سوريا الديمقراطيه القائم على التعايش بين الشعوب، القائم على يعني احترام اراده الشعوب لبعضها، القائم على التفاهم، هذا المشروع برغم تم تحجيمه لمناطق ذات غالبيه كرديه، لكن هذا المشروع لم ينتهي، وبقناعتي لن ينتهي، بل ان اتفاق 29 يناير سوف يفتح او فتح جدار كبير في يعني جسد السلطه الانتقاليه، حتى لا تكون هذه يعني سلطه احاديه. بقناعتي يعني مع اتفاق 29 يناير بما يتضمن من قوات عسكريه خاصه بالمناطق الكرديه، وما يتضمن من يعني ان يقوم قوات الامن الداخلي الاصايش بحمايه امن هذه المناطق، اضافه الى يعني التطوير طبعا مرسوم 13 الذي صدر تحت يعني الضغط وتحت الحرب وتحت الظروف الصعبه. ايضا هذا المرسوم يعني بقناعتي سوف يتم تطويره لكي نصل الى ان تكون اللغه الكرديه لغه رسميه في الدوله السوريه، او على الاقل تكون لغه رسميه في المناطق الكرديه. لكن أنا يعني ممكن إنه في سؤال ملح في حول هالمسألة هاي. يعني هل من الممكن إنه إحنا نعتمد على التحالفات الدولية، على القرارات الدولية، على مثلا الدعم الدولي، أو مثلا مجموعة من المقررات والمعاهدات؟ إحنا نعيش في ظرف تاريخي يعني فريد جدا من نوعه. مثلا يعني ما كان في مرحله تاريخيه من خلال ال100 سنه المنصرمه تتشابه مع هاي المرحله التاريخيه، اللي طبعا القوى المتسلطه على الصعيد العالمي يعني تقول بصراحه بانهم مو ملتزمين باي قانون دولي، وكل المعاهدات والاتفاقيات هو
والمسائل اللي تأطر للعلاقات الدولية وعلاقات السياسية أو الحلول السياسية في البلدان المختلفة ما إلها يعني أهمية بمقدار ما للشعب واستعداد واستعداد الشعب للدفاع عن نفسه من أهمية. يعني هالمسائل هاي إذا نعتمد عليها ممكن إنه تجربة روجافا راح تخسر كتير. وأنا أتصور إنه فعلا في وعود، وممكن إنه الواحد يشوف إنه إحنا نشوف السيد مظلوم كوباني في ميونخ ويشارك مع في المحادثات هناك وفي اللقاءات، ويبرز كمثلا كممثل لتجربة روجافا في هالمحفل الدولي هاي. ولكن هذه كلها ممكن انه تتبدل بين ليلة وضحاها، وممكن اي قرار يعني مستعجل من او اعتباطي من ترامب تنهي كل شيء. وهاي مو يعني المرة الأولى اللي تحصل مع هاي. وفي صحيح. مثلا اعتماد على مثلا على سبيل المثال انه لينزي جراهام قال هيك شيء، ولينزي جراهام راح يسوي، ولينزي جراهام ودى قرار للكونغرس الامريكي، وممكن هذا القرار يخدمنا ويحافظ على حقوقنا. ولكن احنا شفنا لينزي جراهام بتجربة يعني بتجارب أخرى، وعندما صار الهجوم على عفرين سوى نفس الشيء، ولكن النتيجة ما طلعت مثل ما الناس كانوا يتوقعوها ويتصوروها. فيعني ممكن انه نعتمد على هالقوى هاي وهالتحالفات هاي في الصمود، في الاستمرار في الصمود في روجافا. طبعا انا اتفق مع حضرتك انه لا يمكن التعويل على يعني القوى الدوليه او الاتفاقات الموقعه. لابد يعني ان يكون هناك لك ولكل مجتمع يعني ادواته الخاصه، ويعتمد على ذاته في تثبيت حقوقه. طبعا العمل الدبلوماسي والسياسي يعني هذا تقوم به كل دولة وكل مجتمع يسعى إلى تثبيت حقوقه وإلى يعني إيصال صوته إلى الرأي العام العالمي والدولي، ومحاولة الاستفادة من قدر الإمكان طبعا من المنظومة الدولية ومن التناقضات الموجودة. لكن بالنهاية يعني الفيصل أو الحاسم هي يعني الجبهة الداخلية في شمال سوريا أو في روجافا. هي جبهة طبعا من القوى الكردية التي توحدت مع حالة الأزمة. هي مع تعزيز بقناعتي يعني تلك القوى التي يجب أن تعتمد عليها هي يعني المكونات التي تعيش في شمال شرق سوريا، أن تكون هناك رجوع مرة أخرى بأكبر يعني جهد إلى تمتين الجبهة الداخلية، إلى تعزيز الجبهة الداخلية. أيضا يعني لابد أن يكون هناك يعني تأمين هذه الحقوق وهذه يعني المكتسبات ضمن الدستور السوري. يعني لا يمكن يعني أن يطمئن الكرد في سوريا عبر مراسيم أو عبر اتفاقات. لابد أن يكون يعني هذه الحقوق وهذه المكاسب مصانة عبر آليات دستورية أيضا تعطي الحق للحماية الذاتية لهذا المجتمع، تعطي حق عبر القانون أن يكون لهذا المجتمع يعني وسائله كما ذكرنا يعني الألوية الخاصة بالمناطق الكردية، أيضا قوات الأمن الداخلي، إضافة إلى أن يكون هذه الحقوق موجودة في الدستور السوري الذي سوف يكون يعني جزء من هذه اللجنة من شمال سوريا. بقناعتي يمكن يعني الاعتماد على الوطنيين السوريين الديمقراطيين الذين لديهم مصلحة في أن تكون سوريا دولة ديمقراطية من كل فئات الشعب السوري. لابد من الاعتماد ولابد من تحقيق وتعزيز الوحدة الكردية التي تمت مع الأحداث الأخيرة. وما رأيناه طبعا في شوارع قامشلي والحسكة وكوباني هي أيضا كانت مؤشر على أن الكرد يفهمون أن لا أحد يحميهم سوى يعني قوتهم الذاتية وأصدقائهم الأحرار حول العالم. طبعا أتفق معك أن لا يمكن الارتهان إلى الكونغرس الأمريكي أو إلى إسرائيل أو إلى أمريكا أو إلى أي قوة أخرى. يعني بالنهاية يعني يجب أن يعتمد الشعب الكردي على نفسه، على إخوته من المكونات الأخرى. وبقناعتي مهما تم تحجيم وإضعاف مشروع الإدارة الذاتية لكنه يبقى مشروعا صحيحا
كونه يعني مبني على احترام الآخر، مبني على احترام الهويات، مبني على احترام الخصوصية، مبني على العدالة الاجتماعية، مبني على يعني حرية المرأة، مبني على يعني جملة وعوام يعني مجموعة من العوامل التي يعني تذهب بالحياة إلى حالة من الاستقرار المجتمعي، إلى حالة من الحرية الحقيقية الديمقراطية المباشرة. لكن كما ذكرنا من الصعب أن تقوم قوى إقليمية ودولية ويعني قوى ليس من مصلحتها بناء نظام ديمقراطي في سوريا أن تقف إلى جانب إدارة ذاتية. يعني صحيح هم نعم. كانوا في العلاقة العسكرية، لكن بقناعتي في الذهاب إلى بناء سوريا ديمقراطية، إلى بناء تأمين حقوق الكرد، لن يكونوا في صف الكردي. وبالتالي يعني أمام هذا الاتفاق تحديات كبيرة. عقلية النظام الحاكم في سوريا، يعني العقلية الإسلاموية الأحادية التكفيرية، أيضا يعني بنية الفصائل الموجودة فيما يسمى الجيش السوري. ليس لدينا يعني دولة، ليس لدينا جيش، ليس لدينا وزارات. صحيح يعني أتى مجموعة من الفصائل وتقول عن نفسها أنها الدولة يعني، لكن الدولة بمعناها المؤسساتي، بمعناها الشامل لكل أطياف الشعب السوري، إلى الآن إلى لحظة ليست لدينا دولة في سوريا. لدينا مجموعة فصائل، مجموعة سلطة انتقالية تدعي أنها الدولة. في ظل هذه الظروف يبقى صعبا يعني الارتهان أو الارتكاز أو الاعتماد فقط على الاتفاقات الموقعة، بل يجب أن يكون الاعتماد على البناء المجتمعي، على تعزيز القوى الداخلية، بالإضافة إلى العمل الدبلوماسي الذي ذكرناه. طبعا، وهنا مربط الفرس. يعني اللي يشوف الواقع السوري يشوف انه يعني مكامن قوة تجربة روجافا يمكن انه مثلا ممكن انه نلقيه حتى في ضعف الجانب الاخر ايضا. يعني الجانب الاخر سلطة دمشق وسلطة ابو محمد الجولاني والعصابات المتحالفة معه، وهذه المنهجية وهاي الايديولوجيا عندها تناقضاتها المميتة اللي ما ممكن تتخلص منها. يعني قوات متخلفة متحجرة ذو نزعة فاشية واضحة تريد تحكم بلد مثلا من الملايين، وفيها طبعا مصالح وفيها توجهات مختلفة وفيها صراعات هذا البلد. وما ممكن أنه قوة بهالطبيعة هاي ممكن تسيطر على مجتمع، ومجتمع مثلا بعمق الحضاري اللي موجود بالمجتمع السوري. فهناك قوة دائما تخرج. يعني حتى الواحد مثلا ممكن يعني المتابعين للشأن السوري كانوا يقولون مثلا أهلا وسهلا بكم يا شوام، أنتم كمان صرتوا أقلية، لأنهم طلعوا مثلا يحتجون ضد مثلا زيادة أسعار الكهرباء. هاي الأزمات الاقتصادية اللي مستعصية على السلطة الحالية أنه تحلها، والأزمات اللي يعني المجازر اللي ارتكبتها هاي السلطة جعلتها ما تفقد إلى أي يعني حد الأدنى من الأهلية ومن المصداقية في نظر الشعب. وممكن أنه حتى المجموعة اللي تدعي السلطة هاي تمثيلها، هاي المجموعة أيضا فيها تناقضات، صراعات طبقية غير قابلة للحل عن طريق، أو حتى غير قابلة للتقليل من حدته من قبل السلطة الموجودة الحالية. فهاي أيضا مكامن ضعف ومسائل من الممكن أنه تجربة روجافا والجماهير روجافا تستفيد منه إذا كانت تتوجه إلى سوريا بخطاب مغاير لخطاب. يعني الصراع بين تجربة روجافا والسلطة المركزية في سوريا وصراع بين النموذجين، بين عالمين، بين توجهين للحقوق، للواجبات، للمواطنة، للحريات الفردية والاجتماعية. وهذا الصراع وهذا الاختلاف لازم يبين. الاختلاف مو بين سلطة كردية مجموعة تريد تمثل مصالح أقلية معينة داخل سوريا هي الكرد، وبين مجموعة ما تريد تعطي هذا الحق وما ترضى، مع أنه هاي القضية قضية عادلة بكل يعني بكل معنى الكلمة، ومن الممكن دفاع عنها. ولكن تحجيم تجربة روجافا في ضمن هالخطاب العادل يعني لأجل الحصول على حقوق أو لأجل إنهاء الظلم القومي، أشوف أني
قليل بحق تجربة روجافا اللي ممكن أنه تبرز نفسها يعني تعلن عن وجود جبهة أخرى داخل المجتمع السوري ككل، وتمد إيدها إلى حلب، إلى لاذقية، إلى دمشق، وإلى كل المدن والمناطق السورية. بالحقيقة يعني برضو لو سمحت لي عايز أشير إلى نقطتين. طبعا أحد نعم. هذه النقاط حضرتك ذكرتها، وهي يعني مكان الضعف الموجودة ضمن السلطة الحالية. نعم. طبعا يعني بقناعتي يعني هذه السلطة هي تمثل أقلية سياسية، يعني ليس لها علاقة لا بالمذهب السني ولا بالسنة بشكل عام ولا بالشعب العربي يعني. وما نلاحظه من إرهاصات بروزات حتى ضمن السنية السياسية اللي تتمثل في طبعا الجهادية السلفية، في الأشاعرة، في المعتزلة، في الصوفية. نعم. بمعنى يعني هذه البروزات بدأت تظهر ضمن يعني جسم الحكومة نفسها، بالإضافة طبعا إلى حركات إخوان المسلمين والمجموعات المختلفة من يعني حتى داعش يعني نفسها. يعني كل هذه الفصائل، هذه الحركات، هذه التوجهات هي بدأت تبحث عن مصالح لها نتيجة يعني الحالة الموجودة. كمية الفساد المسترشي في السلطة، حتى بعض الأخوة السوريين يقولون أن هذه السلطة بفسادها تجاوزت حتى النظام السابق. فالرئيس الحالي لديه 4 أخوة، كل واحد يعني مسيطر على جزء من الدولة. أيضا يعني وزير الدفاع، وزير الخارجية، التعيينات التي حصلت في الآونة الأخيرة، يعني التوظيف في سوريا. بمعنى شبكة الفساد التي حصلت هي شبكة كبيرة. وما نلاحظه من عدم يعني تدوير عجلة الاقتصاد برغم كل يعني الاتفاقات والمهرجانات والخطابات، لكن الحياة الاقتصادية ما زالت صعبة. ومن الممكن يعني أن تكون يعني الجانب الاقتصادي أحد المعوقات أو أحد يعني الحالات التي سوف تظهر بشكل أكبر في الأيام القادمة. إضافة إلى أن يعني هناك عدد من التقارير تشير إلى أن ظهور داعش من الممكن أن يحصل بعد حوالي 6 أشهر، خاصة بعد سيطرة الحكومة الانتقالية على مساحات كبيرة قرب الحدود العراقية. هذه تقارير أمريكية من البنتاغون، يعني مسألة ليست تقارير صحفية فقط، هي تقارير استخباراتية من البنتاغون ظهرت. نعم. والمفارقة يعني أن الجيش الأمريكي يعني أخذ حوالي 5000 يعني تكفيري أو يعني داعشي من سوريا إلى العراق، وكان ضمن هؤلاء حوالي 3000 سوري. فيعني أنت تأخذ يعني متطرفين إرهابيين إلى العراق لكي ترسلهم إلى دولهم، ولماذا تأخذ يعني المتطرفين السوريين إلى العراق؟ يعني هذه تثبت مرة أخرى يعني حتى أن الجيش الأمريكي لا يثق بالجيش يعني الحكومة الانتقالية. و يعني وفق ما أعرفه وأعلمه نتيجة مراقبتي للوضع السوري أن حوالي 30% من الجيش السوري الحالي هم داعش ومجموعات متطرفة، وأيضا ما يزيد نسبة 15% في وزارة الداخلية السورية هم أيضا داعش. يعني بمعنى يعني المجموعات الجهادية والتكفيرية والسلفية هي أصبحت الآن جزءا من الجيش والأمن والمنظومة في سوريا. يعني هذه أيضا يعني مكمن ضعف يشكل تحدي كبير يجعل سوريا مقبلة على يعني حالة من الإشكاليات العديدة. وأيضا أريد الإشارة إلى الخطاب القوموي أو الخطاب الانعزالي الذي ممكن يعني أن تكون أحد النتائج الاشتباكات الأخيرة أو الحالة الأخيرة، أو محاولات لتحجيم الإدارة الذاتية لكي تكون هذا الخطاب القوموي هو الطاغي إلى الجانب الكردي. لكن بقناعتي أيضا هذا المحاولة الفاشلة لمحاولة تصدير يعني اتجاه سياسي كردي معين ومحاولة تصبيغه على تجربة إدارة ذاتية سوف يعني ينم بالفشل. في سوريا يعني الحالة الكردية لا يمكن أن تكون إلا حالة تشاركية، إلا حالة وطنية، إلا حالة توافقية. لكن ما رأيناه من بعض يعني القوى الكردية محاولة يعني الصيد في ماء العكر والقول أن مشروع الأخوة الشعوب فشل وأن مشروع إدارة ذاتية فشل، فتعالوا إلى مشروعي الذي أنا سوف أنظمه. بقناعتي هذه أيضا هي يعني محاولة سياسية خبيثة لن تنفع. مشروع الإدارة الذاتية هو مشروع صحيح
والتعايش المشترك بين العرب والكرد هذا طريق لابد منه، وإن يعني حصل بعض الأخطاء من هنا وهناك، هذا لا يدل على أن لا يجب أن يعيش الكرد والعرب مع بعض يعني بدون بعضهم، بالعكس. رغم الظروف الصعبة كما ذكرت إلى اليوم هناك يعني مقاتلين عرب، هناك مقاتلين من مختلف القوميات الأخرى موجودين ضمن قوات سوريا الديمقراطية، وهذا المشروع أساسا مبني على احترام كما ذكرنا احترام إرادة الآخر، على احترام يعني هوية الآخر. ولذلك يعني اتفاق 29 يناير بقناعتي هي يعني كسر في جسم هذه العقلية الفاسدة الحاكمة في دمشق، التي تريد يعني تطبيق نموذج إسلامي على كل سوريا وتطبيق لون واحد على كل سوريا. لكن اتفاق 29 يناير بقناعتي إذا تم تطبيقه بشكل صحيح سوف تكون بداية صحيحة ليس للكرد فقط إنما لكل السوريين، وسوف تكون يعني طريق صحيح رغم وجود كما ذكرنا تحديات عديدة، مخاطر عديدة تتعلق بالقوى الدولية الإقليمية التي لا تحاول أن يكون للكرد نفوذ كبير أو حقوق في ضمن الدولة السورية. أيضا يعني ذكرنا بعض الأطراف الكردية التي تحاول أن تتصيد هذه الثغرات وأن تحاول الاستفادة من الواقع الموجود. لكن بقناعتي ضمن يعني وفق ما نشاهده في شمال سوريا وضمن سوريا أن الحالة التشاركية حالة التعايشية هي الصحيحة، وما قدمته إدارة ذاتية بقناعتي من رصف أرضية هذا التعايش بين العرب سوف يظهر في الحالة القانونية في السياسية في أي معترك سياسي قادم ضمن سوريا، حتى في المعركة الانتخابية أو المعركة الدستورية. بقناعتي سوف يكون أحد التوجهات الأساسية في سوريا هو توجه الإدارة الذاتية أو مشروعها التشاركي التعاوني بين الشعوب يعني. جيد جدا. طبعا بالملاحظة إلى مثلا انشقاق رؤساء العشائر عن قسد، وما يقال عنه خيانة بين قوسين خيانة العرب عن قسد، وهاي طبعا الواحد ممكن يشير إلى تجارب تاريخية مماثلة، حيث كان مثلا العشائر في تجربة جمهورية كردستان جمهورية مهابات تخلت عن قاضي محمد وانتمت يعني وانضم إلى القوات المحتلة الشاهنشاهية لأجل ضرب التجربة الكردية. وهاي هي العشائرية، يعني سواء كانت عربية أو كردية ما تختلف. رؤساء العشائر يعني تبحث عن مصالحها، ومثلا ممكن تتحالف مع القوة والجهة اللي تمتلك قوة أكبر أو مثلا مصادر مالية أكبر، فممكن تبيع نفسها بكل سهولة. ولكن المسألة الأساسية اللي نشوفها هذا وطبعا هذا الصيد في الماء العكر اللي حضرتك وصفته، أي مسألة مو مسألة هينة. يعني أنا بنفسي ممكن شاهدت أو شفت عشرات الصفحات بالفيسبوك تهاجم مثلا قيادات قسد وقيادات الإدارة الذاتية، من صالح مسلم إلى ريدار خليل، إنه هذول يمثلون تجربة فاشلة ويمثلون الخيانة عن المصالح الكردية. وكأنه مثلا يعني حتى من الناحية المنطقية والواقعية التقوقع داخل هالهوية هاي المنغلقة كأنه هذا يخدم مثلا الشعب في كردستان، وكأنه هذا مثلا تمثل مصالح الجماهير. ولكن العكس صحيح، يعني الخلاف بين هالنموذج للتعامل مع قضية الكرد كقضية يعني مظلومية عادلة، يعني قضية عادلة لأجل إنهاء المظلومية القومية. الاختلاف بين هالتوجهين اختلاف طبقي أيضا، في مجموعة من الناس المعدمين اللي مصالحهم ممكن تكون نفس المصالح للأغلبية الساحقة لجماهير سوريا، وفي أقلية مثلا مصالحها مرتبط بمصالح أمريكا اللي نشوفها مثلا في إقليم كردستان والسلطة المتحكمة هناك في مصير الشعب واستئثارها بثروات ومستقبل الجماهير. تبين لنا انه فعلا هالتوجه القومي بالنهايه تمثل مصالح واولويات طبقه معينه داخل المجتمع وليس كل الكل.
وطبعا مثل ما حضرتك يعني أشرت إلى، ما في بديل واقعي. احنا بالنسبة للكرد في سوريا متقسمين ومتوزعين على مناطق عديدة، من حلب إلى حما إلى أدلب إلى دمشق إلى حتى يعني مناطق بعيدة جدا عن روجافا موجودين في أكراد. إذا فعلا التجربة لازم تتأسس على أساس هوية قومية، معناته لازم يصير في تطهير عرقي في كل أنحاء سوريا. العرب يتم طردهم من قامشلي كما يتم طرد الكرد من حما وحمص وإدلب ودمشق وحلب وهكذا. طبعا يعني الحالة يعني في سوريا وما آل إليه الأوضاع، يعني من الممكن يعني أن نستخلص منها دروس عديدة. وما أشرت يعني حضرتك إلى الحملة التي رافقت الحملة العسكرية بمحاولة يعني تشويه مشروع الإدارة الذاتية، بمحاولة يعني الهجمات على القيادات الإدارة الذاتية، بل الهجوم يعني على أكراد تركيا، على أكراد العراق الذين يساندون والذين ساندوا هذا المشروع. كما يعني لا يخفى على أحد يعني الحملة الإعلامية من بعض القنوات الإعلامية التي كانت تساند يعني الجولاني، أبو محمد الجولاني، في هجومه على شمال شرق سوريا. بمعنى يعني كان هناك حملة متكاملة، يعني قنوات خليجية عديدة كانت يعني يوميا تقف إلى جانب هذه الفصائل وتحاول أن تعطيها يعني صبغة الدولة وتسميات يعني براقة. بالمقابل تحاول أن تقول عن الكرد وعن قوات الديمقراطية بأنها تنظيم، بأنها حزب، بأنها يعني ميليشيات. طبعا يعني الحالة العسكرية رافقتها أيضا حالة يعني ثقافية إعلامية بالهجوم على إدارة ذاتية أولا، ثم بالهجوم على كل الكرد، حتى على إقليم كردستان العراق بحد نفسه. يعني كانت هناك فعلا هجمة كبيرة لتصفية كل يعني الإدارة الذاتية، أولا لتصفية الكرد في سوريا، وثانيا لتصفية هذا المشروع الإدارة الذاتية يعني. لكن ما حصل كما أشرنا ضمن الحلقة، ما حصل من التفاف الكرد وأصدقائهم حول العالم، وما أبدوه يعني المقاتلين على الساحة في روجافا غيرت المعادلة، وجعلت حتى القوى الكبيرة تشعر أن لا يمكن تجاوز المجتمع الكردي، الشعب الكردي، ولا يمكن الرجوع بسوريا إلى دولة مركزية شديدة، إلى دولة ذات صبغة واحدة، إلى دولة ذات لون واحد. يعني في القرن 21 لابد أن يتكلم الكردي بلغته، لابد أن يعني أن يدرس ابنه بلغته. يعني لا يمكن أن تقول للإنسان كردي أنت عربي، أو إنسان عربي أنت كردي. يعني من الصحيح أن يعيش كل إنسان بثقافته بلونه، لكن بحالة من التعايش، بحالة في وجود دولة تحترم هذه الخصوصية، هذه يعني الوجود. لكن مع الأسف كان هناك محاولة لتكرار نموذج البعث، لكن بلبوس إسلاموي أخطر وأقذر حتى من البعث آلاف المرات. وما شاهدناه طبعا من محاولات تجاوز وانتهاكات، بدءا بالشيخ مقصود ورمي الفتاة الكردية أو المقاتلة من أعلى البناء إلى تحت، وإلى قص جدائل يعني المقاتلات الكرديات، إلى قتل عوائل كردية في قرى كوماني. كلها أكدت أن ما حصل في الساحل من قتل العلويين، ما حصل في سويداء من قتل الدروز، تكرر مرة أخرى مع الكرد والمكونات الأخرى المتعايشة مع الكرد. وهنا يستنتج أن يعني هذه السلطة لا تفهم سوى لغة القتل، وهي إن توقف القتال سوف لن تكون قادرة على إدارة القضاة التي سوف تظهر داخلها. يعني لن تكون قادرة على إدارة الوضع الاقتصادي، لن تكون قادرة على إدارة هذا البلد. يعني أيضا زي حضرتك ضمن البرنامج ذكرت أن يعني هؤلاء ليس لديهم القدرة على إدارة مجتمع متنوع، ليس لديهم الخبرة الكافية لإدارة يعني حتى التعامل الدولي. تصور يعني هم يعني عينوا أشخاص لم يمضوا على عملهم الدبلوماسي سوى أيام أو أسابيع أو أشهر. يعني ومعروف يعني لكل العالم أن السفير أو القائم بالأعمال يحتاج على الأقل 8 سنين أن يكون يعني لديه خبرة في المجال الدبلوماسي وفي وزارة الخارجية. يعني هنا يعني مؤشر على أن الموجودين في سوريا هم يعني طوارئ على الدولة، هم طوارئ على المجتمع السوري.
وبالتالي يعني قدرتهم على الاستمرار بعيدا عن الاجندات الدوليه وبعيدا عن مصالح اسرائيل ومصالح امريكا ومصالح تركيا لن يكونوا قادرين على اداره الوطن السوري. هذه المصالح لهذه الدول سوف تنتهي عندها، بقناعتي سوف نرى ايضا انتهاء ادوارهم لهؤلاء الاشخاص. لكن الكل يعلم ان هناك يعني محاوله لبلوره ترتيبات جديده في المشهد الاقليمي في الشرق الاوسط، ولدينا من الممكن ان تكون حروب قادمه، ولذلك تم توظيف هذه المجموعه والاتيان بها الى سده الحكم في سوريا لتكون سوريا ولتكون هذه المجاميع المرتزقه الارهابيه من كافه دول العالم وقودا وحطما لاشعال النيران مره اخرى، اما في العراق او في لبنان او في مناطق اخرى، لاعطاء يعني شكل معين للشرق الاوسط بحيث تتوافق مع المشاريع والاجندات الراسماليه العالميه او القوى التي تريد الهيمنه ونهب المنطقه يعني. بكل تأكيد هذا صحيح، ولا ما نكشف سر إذا قلنا إنه الإسلام السياسي في أي موقع وفي أي بلد يظهر ما الإسلام السياسي ما يقدر يحافظ على مدنية المجتمع وما يقدر يحافظ على الدولة، وهم ما جايين يبنون دولة بالمعنى الحديث للكلمة. يعني ممكن إمارات معينة مثل ما نشوفها بليبيا مثلا، من السودان إلى ليبيا إلى اليمن إلى الصومال إلى إيران اللي نشوفها في أي أزمة مثلا، يعني إلى أي حضيض دهور وانحدر المجتمع الإيراني تحت حكم الجمهورية الإسلامية. حتى تركيا البلد اللي يعني اللي كان بلد ناهض تحول تحت حكم أردوغان إلى مجتمع آيل للسقوط. وممكن إنه مثلا نشوف يعني تعميق الصراعات حتى داخل تركيا. فهذا التيار الإسلامي السياسي ما ممكن إنه يحافظون على الدولة، وين ما ظهرت معاهم المجازر وظهرت معاهم الفوضى العارمة ونهاية مدنية المجتمع. ومو فقط الحقوق الأساسية للإنسان، حتى الأمن والسلامة الشخصية مهددة تحت حكم الإسلاميين. فما نكشف سر إذا نقول هالحكي هذا، ولكن الآن تبرز لنا أهمية تجربة روجافا. تجربة روجافا من الممكن أن تنجح وتتطور وتنتصر إذا حسبت نفسها صاحبة لكل سوريا. يعني أنا سمعت كثير من المعلقين حتى السوريين من العرب المتنورين ويقولون إنه تجربة روجافا ما ممكن حصرها في روجافا. هاي التجربة لازم تدعي ولازم تدعي نفسها وتشوف نفسها تجربة لسوريا المستقبل. وممكن إنه هذا النموذج للإدارة الذاتية لمساهمة الناس في إدارة أمورهم ممكن تتعمم. طبعا الحوار معك شيق جدا وممتع أخي العزيز أستاذ أحمد، ولكن الوقت بدأ يداهمنا، حتى صار ساعة و5 دقائق. أنا ما أقدر أتعبك أكثر، ولكن أترك لك الكلمة الأخيرة. إذا نسينا نتناول محور معين ومسائل معينة حبيت حضرتك تقولها لمتابعينا ومشاهدينا، تفضل. طبعا يعني الحالة السورية هي حالة جديرة بالاهتمام والدراسة، نظرا طبعا لطبيعتها الخاصة بقناعتي للتداعيات التي سوف تظهر من سوريا على دول الإقليم بشكل كبير. طبعا هناك دول في المنطقة تراقب الوضع السوري وهي تشعر بقلق حول الأوضاع التي آلت إليه. أيضا يعني تجربة شمال شرق سوريا والانتصار الذي حصل على داعش لم يكن فقط انتصارا عسكريا، بل كان وراء هذا الانتصار العسكري يعني مشروع سياسي ومشروع اقتصادي، مشروع اجتماعي. صحيح القوى الدولية لم توافق على هذا المشروع لأنهم لم يستطيعوا تطويع هذا المشروع لإرادتهم. كما ذكرنا يعني القوى الدولية اختارت الإسلام السياسي ولم تختار هذا المشروع، لأن هذا المشروع لم يقبل أن يصبح مرتزقا في يد القوى الدولية. عندما اختارت الإدارة الذاتية أن تبقى مشروعا وطنيا سوريا تم تحجيمه ومحاولة تصفيته، لكن بقناعة الإرادة الوطنية السورية وأيضا الإرادة الكردية الحقيقية التي تبحث عن حقها، عن خصوصيتها، عن هويتها ضمن الدولة السورية،
هي باتفاق 29 يناير ضمنت جزء كبير من هذه الحقوق، لكن ما زال أمام هذه الحقوق مزيد من التحديات. على الشعب الكردي أن يبقى يعني يقظا أمام هذه الهجمات. ما زالت هجمات مستمرة إلى اليوم، ما زالت مدينة كوباني محاصرة. عقلية السلطة في دمشق لن تقبل بالتشارك ولن تقبل بالتوافق، هي سوف تقبل مرغما مكرها. ولذلك لابد أن تكون يعني وحدة الصف الكردي هي هدف أساسي، وأيضا التوحد مع الشعب العربي في سوريا هدفا استراتيجيا لابد منه. السوريين ينظرون إلى مشروع الإدارة الذاتية كنقطة يعني ضياء، كطريق خلاص لهم. وبقناعتي الالتفاف حول مشروع الإدارة الذاتية من كل القوى الوطنية السورية سوف يكون طريقا صحيحا للذهاب إلى سوريا، لكل السوريين إلى سوريا، وطن يتحقق فيه كرامة الإنسان. في سوريا الشعب السوري أمام حالة سلطوية صعبة. لابد أن يجتمع القوى الوطنية السورية، أن تتضافر، تتوحد، وأن تستفيد من تجربة وخبرة ومكانة الإدارة الذاتية التي ممكن كما أشرت حضرتك أن تكون نموذجا لإلهام المكونات الأخرى. بقناعتي على الدول العربية أن تدرك حقيقة ما يحصل في سوريا، أن لا تنجر وراء المشاريع يعني الدولية والإقليمية التي تحاول تقسيم المنطقة مرة أخرى. نحن أمام يعني واقع صعب، أمام حروب قادمة سواء كان مع إيران أو مع تركيا أو في أماكن أخرى، وبالتالي أن يكون هناك مشروعا وطنيا خالصا يعني لا يخضع للإبلاءات الخارجية، بل يعني يتعامل مع الجميع بالشكل الندي أو بالشكل الصحيح، يعني لن يكون أمر سهلا. روجافا ما زالت صامدة. هي دافعت عن كل السوريين، دافعت عن العرب، دافعت عن الكرد، دافعت عن السوريين. والآن بعد اتفاق 29 يناير بقناعتي هذه المكاسب تحولت إلى نوع جديد من النضال السياسي، النضال القانوني، النضال الدستوري. وبالتالي يعني معركة الميدان من الممكن أن تستمر بوسائل وأدوات أخرى. الكرد يجب أن يكون حاضرين في دمشق في القرار السوري، في القرار الوطني. وعندها صحيح سوف تكون الإدارة الذاتية حاضرة مع يعني تحولها إلى شكل من الأشكال. أنا أعتبر يعني اتفاق 29 يناير هي أيضا يعني استمرار الإدارة الذاتية، لكن مع تحولها إلى شكل آخر. يعني روح الإدارة الذاتية، اتفاقية التشارك، حقوق الأكراد، حقوق المكونات هي موجود أيضا ضمن هذا الاتفاق وفق يعني صيغة جديدة. لا يهم الاسم، لا يهم التسمية، لكن المهم أن تكون هناك أن يكون المجتمع قادرا على إدارة نفسه بنفسه. وهنا سوف يكون المجتمع قادرا على أن يقول لا لأي سلطة، أن يقول أن يفرض حقوقه على الآخرين. بالنهاية يعني كل شكر لك أستاذ شمال وللمتابعين وكل التحية يعني. شكرا جزيلا. شكرا. أتمنى نلتقي في برامج أخرى بالمستقبل ونتناول الأمور. وأتمنى يعني نتناول الأمور في ظروف أفضل من الآن. شكرا جزيلا مرة أخرى. شكرا. نعم أعزائي المتابعات والمتابعين، شكرا لمتابعتكم وتحملكم لنا حتى الآن. على أمل اللقاء بكم في برامج أخرى. نهارا سعيدا أو أمسية سعيدة أينما كنتم. إلى اللقاء.